السلام عليكم. اليوم بغيت نعاود لكم على واحد الموضوع اللي غادي يبان في الاول بحال شي خرافه، ولكن راه كيشرح بزاف ديال الحوايج اللي حنا كنعيشوها في العالم ديالنا، في العلاقات، في الصدمات، حتى في الاحلام والطموحات ديالنا. الموضوع ديال اليوم هو البعد الثالث والبعد الخامس. ماشي علوم فيزيائيه معقده ولا خيال علمي بحال ما كيديروا في الافلام. هذا واقع روحاني وطاقي كيعكس فين وصلتي انت او انتي في المستوى ديال الوعي. وغير قبل ما ندخل في الموضوع خليك عاقل، راه هادشي ماشي دين، ماشي قانون، وماشي خاصك ولا ما خاصكش. هادشي تجربه، وغادي نعاود لك غير من القلب على اللي عشتو، من اللي فهمتو، ومن الناس اللي مشاو في هاد الطريق. وتاخد اللي حسيتي بيه والباقي خليه، راه كل واحد والتوقيت ديالو. إلا بغيتي نفهمو الفرق بين البعد الثالث والبعد الخامس، خصنا اولا نعرفو شنو هي هاد الابعاد الروحيه. راه ماشي اماكن، ماشي بلايص، الابعاد راه مستويات ديال الوعي. بحال الراديو، تكون نفس المدينه ولكن كل موجه فيها صوت مختلف. نفس الحياه ولكن كل بعد فيه شعور مختلف، فكر مختلف، وواقع مختلف. البعد الثالث هو العالم اللي كلنا تولدنا فيه، وعي مادي كتمشي فيه غير بالعقل، بالخوف، بالحساب وبالتحكم. فيه الصراع، فيه التنافس، وفيه الغيرة، فيه التشبت، فيه ديك الفكرة ديال انه خصني ننجح، خصني نبان، خصني نرضي الناس، خصني نكون احسن من فلان. وعالم المقارنة، عالم الخوف، وعالم القلق على المستقبل والندم على الماضي. فيه كتحس براسك ديما خصك دير مجهود باش تستاهل الحب، وباش تستاهل الراحة، باش تستاهل تكون مقبول. وهادشي كيتعب بزاف، وكتجي لحظة كتعيا، كتقول انا عييت مال هاد الحياة. وكتبدا الصحوة، وكتبدا تفيق، كتبدا تشك في كل شيء علموك، وكتبدا تراجع راسك، وكتبدا تحس ان هاد الدنيا ماشي غير خدمة، ناس، خرج، رد بالك، جمع الفلوس، كبر دارك، وموت. لا، راه كاين شي حاجة اعمق. وهاد اللحظة هي بداية الخروج من البعد الثالث والدخول في البعد الرابع، ومن بعد الخامس. البعد الرابع راه مرحلة انتقالية، كتولي كتسول أسئلة كتيرة، كتولي كتراقب أفكارك، وكتشك في المعتقدات، وكتراجع تصرفاتك. كتبدا تلاحظ أن الخوف راه مبرمج، والغضب راه من الطفولة، وأن الناس اللي كيبانوا قاصحين في حياتك راه غير مرايا كيبينوا لك الداخل ديالك. هاد المرحلة صعيبة شوية، كتحس براسك بين جوج عوالم. ما بقيتيش باغي تنتمي للعالم القديم، ولكن مازال ما عرفتيش كيفاش تعيش الجديد. وهذه سميتها ليلة الروح المظلمة، وغنهضر عليها ان شاء الله في فيديو اخر. ولكن مني كدوز منها كيتفتح لك باب الحقيقي. البعد الخامس هو وعي ديال السلام، ماشي لان الدنيا تبدلات، ولكن لان الداخل تبدل. ما بقيتيش كتجري ورا كل شيء، ما بقيتيش كتقارن، ما بقيتيش باغي تسيطر على الناس ولا على المستقبل ديالك. كتولي عايش اللحظة، كتولي عارف ان كل حاجة كتوقع فيها معنى وفيها حكمة، وان اللي كيخرج من حياتك راه خلاص الدور ديالو، واللي كيتأخر راه جاي في التوقيت الالهي ديالو. كتولي تحس ان الكون ماشي ضدك، ولكن تيخدم معك. كتولي تخدم مع الطاقة، كتتبع الالهام، وكتعطي بلا ما تخاف، وكتخلي كل شيء على الله. ماشي كتولي نبي ولا صالح، لا، ولكن كتولي انسان حقيقي، كتولي مرتاح في راسك وفي المحيط ديالك. وهذا هو الفرق. الا وصلتي لهنا راك فهمتي المعنى الحقيقي ديال الانتقال من البعد الثالث للخامس. ماشي بشي زر، وماشي بشي طقوس، ولكن برحلة داخلية طويلة كتحتاج الوعي، الصبر، والتسليم، ونية صافية. وهنا كتجي اللحظة اللي كتبدا تفهم ان البعد الخامس ماشي بلاصة كتكون فيها، ولكن حالة وعي كتعيش بها. كيفاش كتشوف الامور، وكيفاش كتجاوب مع الحياة، كيفاش كتتعامل مع الخوف والحب، ومع الاخر، ومع الوقت. البعد الخامس هو وعي جديد ونفس داخلي،
كيقول كلشي بخير، حتى الا ماشي بخير راه غادي يكون بخير. الناس اللي كتعيش في البعد الخامس ماشي ناس خارقين، ولكن ناس سمحوا لقلوبهم تكون هادئة، والعقولهم تكون مرنة، وطاقتهم تكون متصلة بالخالق، بالكون، بالنية وبالإحساس، ماشي فقط بالمادة. هنا كتبدا تخرج من فخ التحكم، من فخ أنا خاصني نعرف كل شيء، وكتولي كتخدم بقانون التسليم، كتعطي وكتخلي الله يعطيك، كدير النية وكتخلي الوقت يطيب ليك القدر ديالك. وباش كتوصل لهاد المرحلة ضروري يدوز من شي مراحل ديال الألم، ديال التغيير، ديال التخلي، أولا ديال الخسارة. ولكن هادشي كله كيجي غير باش يحرك من السلاسل القديمة اللي كانت رابطة طاقتك والوعي ديالك في البعد الثالث. وغادي نقولها لك بوضوح، راه ماشي كلشي مستعد يعيش في البعد الخامس. خاصك تقتل الأنا ديالك بشوية بشوية، وتستسلم وتسامح وتواضع، وتفهم ان الحياة فيها بزاف ماشي واضح، وبزاف زوين، غير خاصك تعطيه وقت باش يفتح لك بحال الزهرة. وواحد الحاجة اللي خاصك تعرف هي ان الانتقال من البعد الثالث للخامس ماشي كيوقع في دفعة واحدة، راه كيوقع تدريجيا وكيرجع وكيجي. اليوم كتكون في حالة وعي عالية، فرحان، مسالم، طاقة صافية، ودا يمكن تلقى راسك رجعتي للعصبية، للخوف والتشكيك، وتحس براسك رجعتي لبعد الثالث. ولكن ماشي مشكل، راه رحلة بحال البحر، كاين المد والجزر. المهم هو الوعي، انك تكون واعي بشنو واقع، ماشي عايش في غفلة. ومن بين اكبر العلامات انك دخلتي للبعد الخامس، وانك تولي تشوف الحياة بمنظور مختلف. ما كتبقاش تسول علاش وقع لي هاك، ولكن كتسول شنو خاصني نفهم من هادشي. ما كتبقاش كتلوم ولا كتأمل، ما كتبقاش كتجري باش تربح، ولكن كتخدم النية وكتخلي البركة تخدم. كتولي كتعيش الحياة بحال واحد اللي عارف راسو ماشي هو المتحكم، ولكن هو اللي خصو يتناغم. في البعد الثالث الناس كيخافوا من الفقد، من الفشل، ومن الموت، ومن الفقر، ومن رأي الناس. ولكن في البعد الخامس كتعرف ان كل فقد هو تحول، وكل فشل هو درس، وكل موت هو انتقال، ورأي الناس ماشي معيار. كتولي كتعيش بثقة في الله، بثقة في النفس، وبثقة في الرحلة. حتى إلا ما فهمتيش كلشي كتولي في داخلك واحد السكينة بحال شي نهر هادئ. الناس كتجي تهضر، الأحداث كتوقع، طاقات كتحرك، وانت في الداخل ديالك ساكن، ماشي لأنك بارد، ولكن لأنك عارف أن كل شيء زائل، واللي باقي هو الجوهر، هو الروح، هو النية، هو الحقيقة. وفي هذه المرحلة كتبدا تحس بحاجات غريبة. الناس القدامى كيبداو يختفوا من حياتك، العلاقات اللي ما خداماش كتمشي، كتولي كتنعزل بزاف، وماشي بوحدك ولكن مع راسك. كتولي كتفكر بزاف في المعنى، في الحقيقة، في الغيب، في الله، حتى في الموت. في بعض اللحظات كتبكي بلا سبب، وكتضحك بلا سبب، وكتسكت بزاف، وكتحس براسك كتسمع شي نداء داخلي. وهادشي كله عادي، راه علامات انك ما بقيتيش عايش بحال الناس، ولكن عايش بحال روح كتحاول تذكر الاصل ديالها، كتحاول تفك شفرة الوجود. وهاد الطريق صعيب ولكن ماشي مستحيل. خاصو الصبر، وخاصو النية، وخاصو التواضع، وخاصو الصدق مع راسك.